أنا ومتابعيني الغاليين متفقين إن وصفات الحلو السهلة والباردة والسريعة دائما تفوز لأنها عن جد طيبة. واليوم رح نحضر وصفة حلو ب10 دقايق، وأهم شي ما تكون جلي أبدا. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله ولنحضر الطبقة الأولى. بدي لتر من الحليب، رح أضيف عليه فنجان صغير من السكر أو على حسب الرغبة، 4 معالق ونص من الكستر. رح نحركهم على البارد لتندمج المكونات، ورح أرفعه على النار مع التحريك المستمر. شايفين ما شاء الله هذا القوام المطلوب. بكاسات التقديم رح أكسر شوي من بسكويت الشاي السادة. داير من دار الكاسة رح أصف قطع من الفريز. رح أسقي البسكويت بشوي من الحليب، بعدين رح أوزع عليه الخليط اللي عملناه. طبعا أنا عاملته بالكاسات وعاملته بالبايركس، وانتو اختاروا الطريقة اللي تعجبكم. رح أرجع أضيف قطعة من البسكويت وأشربها بالحليب، ونحضر الطبقة الثانية. لتر من الحليب، 4 معالق ونص من النشا، 3 معالق من الكاكاو الخام، فنجان صغير من السكر أو على حسب الرغبة. ونحرك على البارد ونرفعهم على النار مع التحريك المستمر. بعد ما غلي عندي الخليط وشد القوام، رح أضيف له مكعب صغير من الزبدة وشوية من الفانيليا، ونحرك لتذوب معانا الزبدة، وصار جاهز معانا الخليط. بعدها رح أبلش أوزع الخليط فوق الكاسات. وهنجينا لأحلى فقرة تزيين الحلويات. رح أزين بقطع فريز، رشة من الفستق الحلبي، وانتو زينوها بالطريقة اللي تعجبكم. بعدها رح أدخلها على الفريزر من ساعة لساعتين لحتى تبرد وتتماسك. جربوها لأنه عن جد جدا طيبة. اكتبولي رأيكم بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والمتابعة. بالعافية يا رب.